يلا بينا من غير اي مقدمات، لان اي مقدمه هتحرق العرض كامل، لان العرض النهارده كان جامد جدا. يلا بينا، ويلكم تو فرايداي نايت سماك داون. افتتحنا عرض النهارده بدخول دخل رومان رينز وقعد يقول له سول سكوان انا بحبك وانت حبيبي وابني ومش عارف انت اخويا واللي ليا واللي كذا واللي مش عارف ايه. وصل اجواء العائليه القذره دي، قام دخل الفايبر راندي اورتن، مسك المايك راندي اورتن انا بتحداك على لقب العالم بلا منازع في الرويال رامبل. انت كنت مفكر في ده طول 18 شهر ان انت قاعدهم في البيت؟ انا ما كنتش افكر في كده خالص، ما افتكرتكش في اي وقت. انت مين اصلا؟ مين؟ انا بعترف انك اتغيرت واتطورت للافضل وبقيت اسطوره، بس انا مدمر الاساطير. بعدها راندي اورتن حاول تنفيذ اركيو عليه، لكن رومان رينز رجع كده، ورومان رينز اللي هو ايه بعدها راندي اورتن قال له امر واحد بس، البابي رجع. طيب يا رجاله، احنا شكلنا كده داخلين على جمدان جامد جدا مع رومان رينز وراندي اورتن. العداوه بتطبخ على نار هاديه يا جدعان، النار هاديه ايه؟ بتطبخ على نار مولعه يا جدعان. داخلين على جمدان. انتوا شايفين الاداء على المايك عامل ازاي يا جدعان؟ رومان رينز رايق قوي على المايك، واقف رايق، كلمتين بينهي الموضوع، كلمتين رايقين حرفيا، كلمتين. اول حاجه ناخدها بقى، احنا مش عارفين رومان رينز هيظهر الاسبوع الجاي ولا لا، الواحد مش عارف اصلا. راندي اورتن النهارده ما صدق ان رومان رينز طلع، فقام جري وراه على طول. يا دوبك رومان رينز راح قال سول سكوان انا بحبك انت حبيبي، قام راندي اورتن جاري خش هيهرب من العرض، مش هنشوفه تاني. انا بقول لك يحلها ربنا بقى يا جدعان على ما رومان رينز يظهر تاني. انت بس تبطل تفخيد كده اهو والدنيا هتبقى تمام. بعدها دخلنا على اوضه البلوز لاين، لقينا رومان رينز وجيمي قاعدين. جيمي كده قاعد مفخد كده، اللي هو نفسه يفخد زي رومان رينز، بيحاول يعني ياخد منه الحته ديت. وسول سكوان واقف كده باصص لرومان رينز. بعدها رومان رينز قال لجيمي ووس بقول لك ايه يالا وشخن، روح خلص لي على الواد اللي بيشخن اللي هناك ده اللي اسمه راندي اورتن، عاوزك تدمره. يعني حضرتك يا باشا انا عاوز افهم بس حاجه، يعني حضرتك يعني ده اللي هيضرب راندي اورتن يعني حضرتك انت ما قدرتش عليه، هو في الاخر اللي هيعمل له اصابه لوحده يعني، ولا انا مش فاهم برضه يعني. راندي اورتن يعني عيل صغير يعني بشخه. يلا ماشي، يلا على اللي بعده. بس بعدها دخلنا على مباراه كارميلو هايس وجرسوما الباشا الكبير على اللي هيلاعب لوجان بول على لقب الولايات. وهنا بقى وسط ما كل شويه جرسوما يتضرب ويتطحن، بس برضه جرسوما كان مأدي اداء حلو يا جدعان برضه، معلش يا جريسون مولر يعني لا مؤاخذه، كان مادي اداء حلو برضه وعامل اداء يعني، وكان مخلي المباراه فيها متعه يعني. بس الواد كارميلو هايس ده جامد 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 يعني. في الاوقات اللي جريسون مولر كان بيضرب فيها كارميلو هايس، حاول جريسون مولر انه يفنش، لكن كارميلو هايس عكس الطريقه وقام نط عليه من فوق الحبل التالت وعنده فوز يا معلم. الله الله يا بلادنا، الله الله الله. هو ده انا بقول برضه خفت، والله خفت للواد جرسوما ده يكسب ولا حاجه. الحمد لله يعني. دخلنا بعدها على مباراة كيفن اونز واوستن ثيري. طول المباراة اوستن ثيري عاوز يصيب كيفن اونز بأي حاجة. يا ابني سيبه لنا يا ابني، دي كوميديا العرض يا ابني، يا ابني ده بيضحك. انا ما يطير اشكالكم على الصبح يا اخي، يا ابني ده بتاع الكوميديا بتاعت العرض يا ابني، ما تصيبوش يا ابني، يا ابني ده تبعنا فاهم. وسط ما اوستن ثيري بقى قاعد يكسر في ايده ويكسر يكسر يكسر، قام كيفن اونز قال له من الاخر كده، قام مديله بالكوع في وشه وعد 1 2 3 فوز يا معلم. كيفن اونز النهارده ما كانش مأدي اداء حلو صراحه. كان كيفن اونز بيلعب على اصابه اصلا، وكان متصاب رجع من الاصابه والظاهر ان هو ما تعافاش منها كامله يعني. فهو اوستن ثيري صراحه كان مسيطر النهارده، بس يعني ليك حجتك يا معلم كيفن اونز، وبراحتك يا باشا، واخسر براحتك وفوز براحتك. انت كوميديا العرض اصلا، انا عاوز اشوف لك فقره يا باشا، انت فاهم كده. كيفن اونز هيقابل كارميلو هايس الاسبوع الجاي على نصف النهائي. بعد دخلنا على مباراة جيمي اوسو وراندي اورتن. وجيمي اوسو كده هو ضربه ضربتين كده عشان 40,000 متفرج برضه بيتفرجوا يعني وكده، مش يعني مش عاوز يبقى شكله حلو ووحش يعني. المهم راندي اورتن حاول في الاخر كده انه يفنش جيمي اوسو. هنا فجأة صابع دخل، الباشا الكبير ابو صابع دخل يا جدعان. وبعدها بقى اللي هو جاي بقى انا هفشخك صابع ده اهو
على وشك على راندي. ده دخل له ال نايت، قام ضربه، قال له بلا سمع ولا بتاع، الله صوابعه كان على جنب كده. فجأة لقينا رومان رينز قام داخل من ورا وقام ضربه. بعد ما رومان رينز دخل على ال نايت، رايح فين رومان؟ رايح فين؟ ليه حاسب التوكه رومان. لا طب التفخيد يا رومان الحقي. يا راندي فكيت له التوكه يا عم. ده كده رومان رينز يزعل. لا حول ولا قوة الا بالله. بعدها رومان رينز وجيمي اوسو دخلوا على راندي اورتن. فبعدها دخل تاني ال نايت بقى اللي هو ضرب جيمي اوسو وضرب رومان. بعدها دخل بقى تاني سولو سكواد ويضرب ال نايت، والثلاثه سيطروا تاني على الاثنين. ففجأة ومن غير ما حد يكون واخد باله، وسط ما كله باصص على رومان رينز، ايش ستايلز رجع يا جدعان. ستايلز جه من ورا وقام نطط. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. رومان رينز راح فيها وقام ضارب جيمي اوسو على صباع الديناميك الصوابع ده، وطار صباع الديناميك. فجأة ايش ستايلز دخل على ال نايت وقام وقعه وقام خارج من الحلبة ومشي. ده بقى ليه يا جدعان؟ ايش ستايلز قبل ما يتصاب كان هو هيلعب مباراة مع جون سينا ضد جي اوسو وجيمي. ففجأة احنا كنا لقينا ايش ستايلز اتصاب، ما نعرفش مين اللي دخل عليه ضربه وصابه. يعني احنا دلوقتي عرفنا مين اللي ضربه، هو ال نايت. واضحة وصريحة يا باشا، مش محتاجة يعني، هي مش محتاجة صراحة، بس برضه هنعرف هنتأكد برضه الأيام الجاية. فدي حاجة جامدة جدا. شكل ايش ستايلز داخل مع عداوة جامدة مع ال نايت كده. ال نايت هيبعد عن رومان رينز حبتين حلوين كده، وهنشوف ايه راندي اورتن كده لوحده، ونشوف مين اللي هيخش معاه ضد البرود لاين دول. يعني الواحد مش عارف بقى صراحة. فطبعا لازم البرود لاين كل واحد فيهم هيلاعب راندي اورتن مباراة. ما ده معروف، ما هي كده WWE كده، لازم تلاعب كل عضو في هذا الفريق ضد هذا اللاعب. ناخد ايه بقى من العرض الجامد ده يا جدعان؟ العرض ده جامد. الحقيقة احنا مش عارفين مصير كيفن اونز راح فين. كيفن اونز يا جدعان كان بيلعب بإصابة، ما كانش اتعافى من الإصابة بتاعته على الآخر. ده حاجة تزعلنا أنا، لأن كيفن اونز ده التوينز بتاعي في الضحك، التوينز بتاعي. فده حاجة تزعلنا أنا يعني شخصيا يعني. وبعدها بقى حلاها حلال بقى على ما يلعب رومان رينز بعد بروموات جامدة. ويا رب ما نشوف رومان رينز الأسبوع الجاي مش موجود، عشان لو حصل الموضوع ده حصل يا جدعان مش عارف اعمل ايه بقى. انا مش عارف اعمل ايه يعني يا عم رومان. بقول لك ايه، انا الواحد اهو على اخره صراحه اهو، مش حتتين فقرتين حلوين ظهرت لي فيهم شهرين هتغيب لي فيهم مع حد الرويال رامبل ولا راس المنيا يا حبيبي. لا بص ما تروق معايا كده، انا بقول لك اهو. اخر حاجه بقى يا جدعان، احنا مش عارفين مين اللي لعب راندي اورتن في راس المنيا. يعني انت حبايبك كتير بسم الله ما شاء الله، رومان حبايبك كتير قوي يعني بسم الله ما شاء الله. راندي اورتن، ال نايت، كودي رودز، الروك اصلا انا اتاكدت خلاص مباراه الاحلام مش هتحصل يعني. يلا يا جدعان تسرب من عندي. انت حبايبك كتير، انا مش عارف صراحه يعني ايه اللي هيحصل ولا ايه. بس كده نكون لخصنا عرض سماك داون. قول بقى تحت في التعليقات ايه اللي هيحصل مع ال نايت وايج ستايل، وهل رومان رينز هيجي الاسبوع الجاي ولا لا، عشان الموضوع ده معصب ده. بس كده هو ده الفيديو. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناه عشان تلخص لك العروض الجايه. سلام.